أهلاً أهلاً بحبابي العزاز، توحشتكم من القلب. القصة ديال اليوم فيها عبرة، وهي خاص كل واحد يبقى يدخل سوق راسو. اللي عندها المشاكل مع راجلها تعالجها بوحدها، حيت أنا مشيت نرد المرأة لراجلها صدق طمع فيا أنا، واللي داروا ليا عمرني نسيتو. أنا أمنية، عندي 27 عام ومزوجة جديدة، مكملش عام دابا على زواجي، والحمد لله كنت فرحانة بزاف بحياتي جديدة مع راجلي. كان كل شي مزيان وهادئ، وكنت كنعيش أجمل أيامي. كنت كنصحى في الصباح وأنا مبتسمة، كنحضر الغدا وكنستنى راجلي يرجع من الخدمة باش نتقاسم معاه كل لحظة صغيرة. كنت كنحس باللي ربي عطاني نعمة كبيرة بحال هاد الزواج الهادئ والمستقر في الحومة ديالنا. المهم تعرفت على جارتي سعاد اللي عندها تقريبا 30 عام. من أول ما شفتها حسيت بها أنها مريحة وكتحكي بصراحة، ووجهها كيبان فيه طيبة وتعاسة في الوقت نفسه. مع المدة بقات كتجي عندي باستمرار وكتفضفض لي على مشاكلها مع راجلها. كتقول لي أنه سكايري، كيشرب وكيجي بالليل وهو ما كيحشمش وكيتصرف تصرفات ما كتعجبش. كنت كنسمع ليها باهتمام كبير وكنحس بالألم ديالها، كأنها أختي الصغيرة. هي يتيمة، ما عندهاش عائلة كبيرة تقدر ترجع ليها، وما عندهاش فين تمشي. هادشي خلاها صابرة معاه وكتحمل كل شي بصمت. أنا ديما كنت كنقول ليها صبري يا سعاد، إن شاء الله كل شي يفوت ويصلح راجلك ويدير عقله. كنت كنحاول نعطيها النصائح اللي نقدر عليها ونخفف عليها الهم. كنطيب ليها الشاي بالنعناع وكنبقى معاها ساعات طوال باش تحس بروحها ماشي لوحدها. كنت كنشاركها بعض القصص من حياتي وكنحكي ليها على كيفاش الزواج كيحتاج صبر وتفاهم. كنت كنحس باللي أنا كنقوم بواجب الجارة الصالحة وكنساعد إنسانة في محنتها، وكنت كنفتخر بيا داخليا حيت قدرت نكون سند ليها في هاد الظروف الصعبة. كنت كنقول في البال ديالي أن الدنيا كيما كتعطي كتاخد، وأن مساعدة الغير كتجيب الخير ديما. ومع الوقت بقيت كنعرف قصة سعاد أكتر وأكتر، وكنت كنسمع منها تفاصيل كتيرة بزاف على حياتها اليومية اللي كانت صعبة ومؤلمة. كتعاود ليا كيفاش كيجي راجلها سكران في آخر الليل وكيصرخ عليها بصوت عالي وكيرمي ليها الكلام الخايب وكيضربها أحيانا باليد أو لا كيشد في شعرها، وهي كتبكي وكتسكت مخافة يزيد في العنف. أنا كنت كنأسف ليها بزاف وكيوجعني قلبي، حيت هي كتبان إنسانة طيبة ومكلومة، ووجهها كيبان فيه التعب والحزن دائم، وما كتعرفش كيفاش تخرج من هذا الوضع. أما راجلها أنا ما شفتوش أبدا. في الأول كنت غير كنسمع ليه من فمها، وكنت كنتصور أنه راجل عادي معقول وما كيخرجش بزاف وما كيهضرش كتير، وكيبان ليا في خيالي أنه شخص هادئ، في النهار كيخرج للخدمة وكيرجع كيحس بالتعب فقط. سعاد كتقول ليا أنه كيبان هادئ تماما في النهار، ولكن مع أول كاس ديال الخمر الليل كيولي شيء آخر تماما، كيتبدل مزاجه وكيولي عدواني وبدون رحمة. أنا كنت كنقول ليها ديما خليه يفيق من السكر ويتكلم معاه بهدوء في الصباح، وكنحاول نعطيها أفكار كتيرة باش تصلح الأمور بيناتهم. كنقترح عليها أن تحضر ليه الغدا اللي كيعجبو، أو تحكي معاه على ذكرياتهم الأولى، أو حتى تصلي وتدعي ربي يهدي بالو. كنت كنحس براسي مسؤولة شوية عليها، حيت هي كتثق ليا كتيرا وكتفتح ليا قلبها بكل ما فيه من أسرار وأحزان، وكنت كنعتبرها بمثابة الأخت الصغيرة اللي خاصني نحميها. كنت كنقوم بكل ما أقدر عليه باش نخفف همها، من الاستماع لها لمدة ساعات طوال، وحتى نعطيوها بعض الهدايا الصغيرة بحال روب ديال الدار أو عطر رخيص أو حتى حلويات. كنعاونوها في بعض الخدمات ديال الدار، كنجيب ليها الخضرة من السوق أو نساعدها في التنظيف إذا كانت تعبانة.
وكنت كنبقى معاها حتى متأخر شوية باش ما تبقاش لوحدها في الجو اللي كيخيفها. كنت كنشاركها بعض التجارب اللي سمعت عليها من الناس، وكنحاول نعطيها الأمل كل مرة، وكنقول لها أن ربي كيفرج كل كرب، وأن الصبر مفتاح الفرج. المهم، واحد الليلة راجلي كان مسافر خارج المدينة بسبب الخدمة، وكنت غير بوحدي في الدار. كنت كنحس بوحدة شوية، ولكن كنت مرتاحة، وكنت كنستغل الوقت باش نرتاح وننظم بعض الأمور ديال الدار. ولكن سمعت الطراق على الباب بقوة في الليل المتأخر. فتحت الباب بسرعة، لقيت سعاد واقفة كتبكي بمرة، وجهها محمر تماما، ودموعها كتسيل على خدودها بغزارة، وكانت كترتعش من البرد والخوف. دخلتها بسرعة للدار، وشديت في يديها باش تدخل، وجلستها على الكنابي وصبرتها بكلام حنين، وطيبت ليها الشاي بالنعناع السخون، وجلست جنبها وانا كنمسح ليها الدموع بمنديل نظيف. بقات كتعاود لي على مشكل جديد مع راجلها، وكتقول لي انه تجاوز الحدود ديالو هاد الليله، وكان اعنف من العاده، وضربها وسبها بكلام قاسي بزاف. انا حسيت بالالم ديالها بزاف، كأن قلبي كيتقطع، حيت كنت كنعيش معاها هاد الهموم يوميا. وقلت ليها بهدوء وتصميم: هانا غادي نمشي نهضر معاه انا شخصيا، وانتي بقاي عندي في الدار حتى نرجع، ما تخافيش. كنت متفائلة شوية، حيت كنت كنعتقد أني نقدر نصلح الأمور بالكلام الهادئ والمنطق، وأن راجلها غادي يسمع لي إذا هدأت وكلمته بلباقة. وسعاد قبلت بالفكرة فورا، وشكرتني بزاف، وكانت كتقول لي أنني أحسن جارة في الدنيا، وأن ربي يخلص ليها بيا. مشيت لعندهم وأنا مطمئنة تماما، ما كنت خايفة والو، حيت كنت كنعرف أنني غادي نهضر مع راجل جارتي فقط من أجل الصلح. وكنت كنقول في البال ديالي أن هاد الخطوة غادي تكون إيجابية، وغادي تساعد في إصلاح بيتها. وكنت كنتصور أن الكلام الطيب كيف ما قالوا العلماء قادر يغير القلوب ويصلح الأحوال. كنت كنمشي بخطوات هادئة وأنا كنهضر مع راسي، وكنحضر الكلمات اللي غادي نقولها ليه باش ما يزعفش ويتقبل النصيحة. وكنت كنحس براسي قوية ومسؤولة وفرحانة شوية، حيت غادي نقوم بواجبي تجاه جارتي المكلومة. دخلت لعنده بهدوء وبخطوات خفيفة، لقيته جالس في الصالون على الكنابي، وهو شبه مرتاح، وفي يديه كاس واضح أنه شرب بزاف. بديت نهضر معاه بهدوء تام وأدب كبير، وكنت كنختار كلماتي بعناية. كنهضر على سعاد وعلى معاناتها، وعلى أهمية الاحترام والصبر والتفاهم في الحياة الزوجية، وكيفاش الراجل كيقدر يحافظ على بيته بالحنان والمسؤولية. حسيت في البداية أنه كيسمع لي مزيان، كيتابع كلامي بعينيه، وكيرد بالعقل، وكيبان معقول بزاف. كان كيهضر شوية بصوت هادئ، وكيوافق على بعض الكلام ديالي، وكيقول كلام بحال والله عندك الحق، وغادي نحاول نصلح الأمور. أنا فرحت داخليا بزاف، حيت كنت كنقول الحمد لله غادي يصلح الأمور وغادي ترجع سعاد مرتاحة. وكنت كنحس براسي منتصرة شوية، حيت قدرت نوصل لعقله بالكلام الطيب. ولكن فجأة واحد اللحظة تغير كل شي تماما، وتبدل الجو في الصالون. ريحة الشراب كانت قوية بزاف، كتفوح من فمه ومن ملابسه، وكانت مخلطة بريحة الدخان. شدني بقوة وبيدين خشنين، وجرني لعنده بسرعة. ما قدرتش نعود حتى تفاجأ. أنا اندهشت وخفت بزاف، وقلبي بدا كيضرب بقوة. بديت كنقول ليه بصوت مرتجف: اش داك الشي؟ اش كدير؟ راني جيت نصالح بيناتكم، خليني نمشي الله يخليك. هو ما بقاش كيسمع ليا أبدا، كان كيردد بصوت ثقيل: والله كنبغيك، وانتي زوينة بزاف، وكلام آخر ما كيخصنيش، وما كيحترمش حرمة مرات جارو ولا حتى حرمة الجار. كنت كنحاول نجبد يدي ونبعد، ولكن قوته كانت أكبر، وكان بحال إنسان آخر تماما اللي ما بقاش عنده وعي ولا ضمير. استمر في التصرف ديالو وأنا في حالة صدمة كبيرة.
كان ما كيعياش أبدا وبحال شي ثور هايج تماما. الخمر خلاه يتصرف بدون وعي ولا رحمة ولا أي حس إنساني. حاولت نخرج ونقاوم بكل ما عندي من قوة، حاولت نجبد يدي وندفعه ونصرخ بصوت خافت مخافة يزيد في العنف، ولكن القوة ما كانتش عندي قدام قوته اللي كانت ضعفاتها الخمرة. بقى عليا بكل ثقله ودار داكشي اللي ما كنتش متخيلاه في حياتي ولا في أسوأ كوابيسي. أنا كنت كنبكي بمرة ودموعي كتسيل بغزارة، وكنقول ليه بصوت مرتجف ومكسور: أويلي اش داني لهاد الشي، أنا مرات جارتك، الله يخليك خليني نمشي. ولكن هو ما بقاش كيسمع والو، كان كيردد كلام سكران وكيتنفس بصعوبة، وما فكش مني حتى كمل فعلته الشنيعة. كنت في حالة صدمة كبيرة جدا، الجسم ديالي كان كيرتعش كاملا وكأن الدم برد في العروق ديالي، وما بقيتش قادرة نحس براسي. لما خلص أخيرا خرجت من عندهم سخفانة بزاف، بدني كيوجعني في كل مكان والروح ديالي محطمة تماما. كنت كنحس بالقرف والذل والعار. مشيت لداري وأنا قادة نطيح في الطريق، وأنا نادمة 1000 مرة ومليون مرة علاش دخلت عنده من الأول. كنت كنلوم راسي بزاف حتى لو كنت داخلة بنية خير وصالحة. وكنت كنقول في البال ديالي لاش ما بقيتش في داري ولاش حاولت نلعب دور المنقذة. كنت كنعاني من ألم جسدي رهيب ومن حرقة نفسية ما تقدرش توصف. ما قدرش ننام تلك الليلة أبدا، جلست في الدار كاملة في الظلام، والندم والخوف والقرف كانوا كياكلوني من الداخل. كنت كنبكي بدون صوت وكنحس باللي حياتي تغيرت إلى الأبد في دقائق معدودة، وكنت كنصلي ربي يستر عليا ويبعد هاد السر إلى الأبد وما يخليش راجلي يعرف والو. أنا في حالة صعبة بزاف، وكل يوم كيمر كنشعر بالضيق والخوف والندم اللي كياكلني من الداخل. ما قدرتش نقول لراجلي الحقيقة كاملة حيت أنا اللي دخلت عنده بإرادتي، وخايفة بزاف يفهمني غلط أو يغضب أو توقع مشكل كبير يخرب لي حياتي الزوجية اللي هي كل شي بالنسبة لي. قلت لي غير أنني بغيت نغير الدار ونسكن في بلاصة أخرى في حومة هادئة بعيدة شوية. هو مستغرب شوية ولكن ما سولش بزاف الحمد لله، وكيحاول يفهم السبب وكيقول لي غادي نشوفوا بلاصة مناسبة. أنا خايفة بزاف على مستقبلي وعلى حياتي الزوجية الجديدة، خايفة توقع كارثة لا قدر الله إذا بقينا في هاد الحومة ويجي يعاود شي حاجة أو يشوفني أو حتى يحاول يقرب مني مرة أخرى. كل يوم كنفكر في داك الليلة المشؤومة وكنعاود الأحداث في بالي بالتفصيل، وكنبكي سرا في الصباح وفي الليل وأنا كنتحكم في دموعي باش ما يلاحظ راجلي والو.